عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين لحضراتكم. يمكن تابعنا جزء من بعض الموضوعات اللي اتكلم فيها محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق. إن شاء الله الحديث كامل هيبقى الأسبوع القادم بمناسبة احتفال محافظة الدقهلية بعيدها القومي اللي هو بدأ من اليوم. يمكن البداية هتبقى في تمام 6 اللي هي إيقاد الشعلة. غدا بإذن الله هتبقى صلاة الجمعة ومنقولة عبر إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري. ثم بعد ذلك على مدار شهر فبراير الكثير من الاحتفالات، وأيضا حفلتهم السنوية هتبقى يوم السبت في كلية التجارة مدرج الدكتور إبراهيم المهدي. يعني احنا بنشارك كل شعب الدقهلية بهذا اليوم الجميل، وشهر فبراير كله شهر انتصارات. يمكن ايضا اعزائي المشاهدين ده بيخلينا نتكلم عن ان التطوير اللي بتشهده المحافظات على مستوى مصر ومنها محافظه زي الدقهلية. خلينا نقول ان تطوير العمل بالاداره المحليه بيكون مهم جدا. طيب لما يكون تطوير العمل من خلال الاداء القانوني ومن خلال القانون في هذا الامر، فده بيبقى بنضمن للمواطن يكون ليه خدمة زي ما بنسعى للخدمة المميكنة، يبقى أيضا المواطن يعرف إيه حقوقه، وهنا الدستور كفل هذا الأمر. يمكن أنا هفتح هذا الملف مع الأستاذ دكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا جامعة دمياط. أولا برحب بحضرتك يا دكتور جمال. أهلا وسهلا، وإحنا سعداء بوجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا. وافتح مع حضرتك طبعا بحكم ان انت مهتم بتطوير العمل الحكومي بصفه عامه والمحليات بصفه خاصه. نتكلم في تطوير منظومه القانون في العمل الحكومي، وايضا من خلاله نفتح مواضيع كثيره مع حضرتك. اولا يعني شرفني تواجدي بقناه الدلتا، القناه العريقه بين كوكبه من رجال الاعلام، سعادتك الإعلام الكبير جمال الصباغ والمخرجين وراء الكاميرا والمصورين. وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وأتمنى أن الحلقة النهاردة تعجب السادة المشاهدين إن شاء الله. طبعا منظومة العمل الحكومي أو المحليات كلنا منذ القدم ونحن نتحدث عن هذه المنظومة. الدساتير المصرية بداية ب 20 ومرورا بدستور 71 وانتهاء بدستور 2014 اتكلمت عن عملت باب خاص في الدستور الأخير دستور 2014 الحالي، باب خاص بالإدارة المحلية. عندنا في قانون قديم أيضا قانون 43 لسنة 79 تنظيم المحليات، أيضا قانون نشأة أو قرار نشأة وزارة التنمية المحلية سنة 99 بقرار من السيد رئيس الجمهورية. وما إلى ذلك هناك اهتمام بالمحليات سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي والمستوى القومي. المستوى التشريعي طبعا عندنا العديد من التشريعات التي تنظم المحليات، ولكن وفقا للدستور الحالي 2014 ما زال ان احنا محتاجين ان يصدر قانون، وما زال المشروع موجود في البرلمان المصري لوضع تنظيم تشريعي للمحليات، سواء المحليات على مستوى المحافظة أو على مستوى المركز أو المدينة أو على مستوى القرية، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى التنفيذي. في النهاية الجميع محتاج إلى التنظيم القانوني لهذا الكيان اللي هو هيخدم ليس فقط القرية ولكن هيخدم المجتمع المصري ككل. وهو معروف أن الجهاز التنفيذي والجهاز الشعبي هما وجهان لعملة واحدة. أكيد. ومكملين كلاهما للآخر. تمام. إذا احنا بعد مناقشة القانون داخل قبة البرلمان احنا في احتياج لعودة المحليات مرة أخرى. أكيد. لأن وجود المحليات بيدي يعني أريحية كثيرة للمواطنين في تذليل العقبات. تمام. وفي الوقت نفسه دور تشريعي داخل المحافظة أو داخل الحي أو داخل المدينة. أكيد. لا احنا يعني انا مع سعادتك بأيدك الرأي، ولكن انا عاوز بس اقول ان
إذا كان هناك قانون بيحكم هذه الأمور، فنحن محتاجين لتطوير هذا القانون، أو بمعنى لابد إن احنا نواجه الجديد، سواء على المستوى الإقليمي داخل المحافظة، أو على المستوى القومي على داخل مصر كلها. لأن هي إن كانت وزارة التنمية المحلية دورها الربط فيما بين المحافظات كلها حتى يكون هناك تنظيم موحد، سواء في الصعيد أو في شمال مصر أو ما شرق أو غرب وما إلى ذلك، إلا أن هذا التنظيم لابد أن يكون هناك موائمة أو وحدة أو حزمة واحدة في شمال مصر زي اللي في جنوب مصر وما إلى ذلك. ليه؟ لأن احنا بنشوف ان احنا مجتمع واحد ونسيج واحد، وبالتالي التنظيم القانوني من سماته الوحدة. لأن أنا لما بصدر قانون بقول إيه؟ هو إيه تعريف القانون نفسه؟ هي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العامة المجردة. عامة مجردة بتعمل إيه؟ تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع. إذا كلمة عامة ومجردة يعني هي عامة على كل الموجودين على أرض مصر جميعا، سواء كان مسلم أو غير مسلم، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان من اسكندرية القانون أو من لا أسوان، يفرق بين أحد، ومجرد يعني بعيد عن الأهواء. ودورها أن القانون ينظم سلوك الأفراد. ما يصدر عن البرلمان المصري من تشريعات تمام فيما يخص التنظيم التشريعي للحكم المحلي أو الوحدات المحلية، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى التنفيذي، ده تنظيم مهم جدا. ليه؟ لأن هيتوافر فيه صفتي العمومية والتجريد. ليه؟ لأنه هينظم سلوك الأفراد، سلوك القائمين على هذه المنظومة وما إلى ذلك. الكل هيكون مرتاح في النهاية، وبينتج عنه ان جميع الخدمات اللي بيسعى عليها المواطن بيحصل عليها بسهولة ويسر. أكيد. وبدون ان هو يبقى محتاج وسيط ما بين أكيد. الوحدات المحلية وتطبيق القانون. أكيد. لا ده احنا، ما أنا بقول معليك النهاردة إذا كانت هناك ضوابط معروفة لدى الكافة، والمفترض أن هذه الضوابط وهذه القواعد القانونية المفترض فيها العلم. ليه؟ لأن أنا لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. أنا دي قاعدة مهمة عندي. تشريع تم إصداره وأصبح نافذا بنشره في الجريدة الرسمية، أصبحت كل الأطراف النهاردة من المفترض أنها تعلم بهذا القانون. ليه؟ لأن أنا بقولي متى يطبق القانون، متى يكون القانون نافذا، أقول إيه؟ بنشره بالجريدة الرسمية. إذا لا يجوز لشخص أو لا يجوز لجهة أو لا يجوز لأي مواطن أن يعتذر بالجهل بالقانون. وبالتالي أنا النهاردة طالما في ضوابط قانونية موضوعة وفي منظومة قانونية سليمة، وده اللي رعاها الدستور المصري 2014 حينما نوه في المواد من 175 ل 183 في الباب الخاص بالمحليات، هنا أكد على أن يكون هناك قانون. القانون ده هو هيكون وضعه ايه التنظيم التشريعي بتاعه. دي اللي احنا منتظرين من مجلس النواب يصدره بمعرفة فخامة رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يكون نافذا. تمام. ويمكن أعزائي المشاهدين بنتكلم عن الدور اللي بتقوم به وزارة التنمية المحلية، ممثل ذلك في محافظات مصر. ولما ناخد نموذج زي محافظة الدقهلية اللي هي بتحتفل بعيدها القومي بداية من شهر فبراير، وبالتحديد طبعا 8 فبراير ده اليوم اللي تم أسر اللويس التاسع فيه، والتصدي للحملات الصليبية اللي شهدتها مصر في تلك الفترة، فكان لشعب الدقهلية دور بارز. أستاذ دكتور جمال أبو الفتوح، حضرتك طبعا ابن من أبناء المحافظة، وإن كنت مثلا يعني بتتولى منصب في محافظة دمياط، لكن أنت ابن من أبناء هذه المحافظة. تمام. أولا وإحنا بنتكلم عن تطوير منظومة العمل المحلي، إلى أي مدى أنت شايف أن التطوير بتشهده محافظة الدقهلية حاليا؟ يعني على رأس منظومة التنمية المحلية الوزيرة كانت محافظ دمياط عندنا الدكتورة منال عوض. أنا شهدت العمل معاها في فترة ما كانت محافظة لدمياط، وكنا سعداء لما أصبحت هي وزيرة التنمية المحلية.
هذه السيدة نشيطة جدا، وفي عهدها بدأت وزارة التنمية المحلية بدأت يظهر لها الدور واضح وجلي، طبعا وفقا لتوجيهات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية في خصوص التنمية المحلية. الأهم من كده ان باعتبار الراجل ده أهلاوي من المنصورة وليا الشرف طبعا، شهدت ان محافظ الدقهلية الحالي زي ما بنقول عليه ايه باللغة الفلاحة عندنا هدت عليه ان هذا الرجل رجل عظيم جدا، لان انا لمست وتابعت تحركاته في سواء في القرى او في المدن او على مستوى نطاق المحافظه عامه. يعني الراجل ده نشيط جدا، يعني تلاقيه من بدري موجود في المخابز. في اخيرا امبارح انا قريت خبر جميل جدا في ان هو بالتعاون مع وزاره العمل عامل منتدى التوظيف وكم فرصه عمل. فهذا الرجل حقيقي يحسب لي. ولو تتذكر معاليك كنا في لقاء سابق وقلت في اختيارات المحافظين والوزراء، قلت ان هؤلاء الرجال اللي هم اللي جايين محافظين جدد ووزراء جدد دولا جايين في حرب خاصة، وهي مد جسور الثقة فيما بين الشعب المصري والحكومة والقيادة السياسية. انتم الجسر الذي ينقل الثقة ما بين الشعب وما بين القيادة السياسية. فاكر تتذكر هذه العبارة. فطارق مرزوق اللي معلش اللي هو الوزير طارق مرزوق مثال لهذا الشخص الذي نقل ثقة الشارع الدقهلاوي إلى القيادة السياسية. دكتور جمال، طيب 8 فبراير والاحتفال السنوي بيمثل لحضرتك ايه والشعب الدقهلي؟ احنا يعني هو كان في الماضي كنا بنحتفل في الاول من مايو بعيد الدقهلية. حاليا فترة مايو فترة مايو ذكرى أسر لويس التاسع، الحملة الفرنسية على مصر وكده. احنا كأهل الدقهلية بنكون سعداء جدا، كلنا بنحتفل على فكرة بهذا اليوم. على فكرة انا بصفة شخصية بكون سعيد وبحتفل بهذا العيد. ليه؟ لأن ده عيد قومي للمحافظة، يجب علينا احنا كلنا ان احنا نحتفل بهذا العيد، لان هو نصر وفخر لنا احنا كأهل الدقهلية. في ظل العراك اللي احنا بنشوفه في الايام ديت، لابد ان احنا نحتفل بما هو يمثل فخر للمصريين، وحتى الاجيال اهمها ان احنا نحتفل بالعيد القومي للمحافظة والاجيال كمان، يعني طبعًا اجيال طبعًا ابناء محافظه الدقهليه وابناء المحافظات الاخرى أكيد. يبقى عارفين مثلا شعب الدقهليه بيحتفل ليه، شعب بورسعيد العيد القومي عنده ليه، شعب السويس يعني كل المواطنين لما يحتفلوا باعيادها القوميه ده يبقى نبراس للاجيال القادمه ويشوفوا الاجداد والاباء عملوا ايه. اكيد. انا بس عاوز انقل الصوره بس للمشاهد ان ما تم في الحملة الفرنسية والوصي التاسع ده احنا موجودين في باريس يعني. وموجودين في فرنسا. هذه الامور عندهم برضو تاريخيا، يعني ما هياش مثلا على مستوى مصر والمحافظة الدقهلية، لا في التاريخ الفرنسي نفسه احنا كنا في فرنسا وشفنا الحاجات دي، ان هو بيقولوا في الحملات الصليبيه وتصدى لها. احنا نفسنا بنبقى فخورين لما بنشوف الحاجات ديت موجوده مش داخل مصر، لا ده في فرنسا ايضا. لكن بس اللي انا عاوز اكد عليه ان احنا اهل الدقهليه حقيقي بنعتز ان احنا من المنصوره، ونعتز ان شعب الدقهليه او شعب المنصوره هزم الحمله الفرنسيه في فبراير واسر قائد الحمله الفرنسيه. وعندنا دار ابن لقمان موجودة وفيها ما يفيد وما يوثق أسر هذا القائد. تمام. ويمكن الشيء بالشيء يذكر، يعني ناس كتير كانت بتسأل، شعب الدقهلية كان بيحتفل بشهر مايو ولكن من حوالي 30 سنة تم التغيير. هو يحسب لهذا للواء فخر الدين خالد عبد الله يرحمه، كان محافظ دقهلية. تمام. وكان من المثقفين والقراء المميزين جدا يعني.
فقال يا جماعه طب يا دكتور جمال، هو نفسه قال طيب ليه احنا عاملين العيد القومي في شهر مايو؟ ده شهر مايو ده اللي تمام. تم الافراج عن لويس التاسع قائد الحملات الصليبيه. صحيح. والحمله الصليبيه التاسعه. تمام. طيب احنا نحتفل بايه؟ يوم باليوم الاسر. تمام. ورجع ده مع كليه الاداب قسم التاريخ. واقروا ان فعلا هو تم اسره في 8 فبراير. تمام. لما تصدى بقى شعب المنصوره او تمام. شعب الدقهليه، وكانت اسمها جزيره الورد وسمت بعد ذلك منصوره يعني. تمام. فنديله حقه برضه، هو كان صاحب هذه الفكره يعني. صحيح. وصاحب هذا التغيير. صحيح. هو طبعا يعني هذا المحافظ كان مؤثر، فخر الدين خالد كان تمام. له دور كبير جدا ودور ايجابي وبارز في محافظه الدقهليه، وصفه خاصه في مدينه المنصوره. واحنا كشعب المنصوره يعني بنعز هذا الرجل الحقيقه يعني، وله وضع خاص في قلوبنا. واي مسؤول بيدي بصمه المصريين ما بينسوهوش. اكيد وان شاء الله هيكون اللي هو طارق مرزوق برضه ان شاء الله من الناس اللي مقصره يعني في الدور الايجابي واضح يعني. خلينا نتكلم في بعض الامور الهامه جدا يا دكتور جمال، وهي تطوير منظومه العمل جوه المحليات. تمام. يعني انت عارف حضرتك ان المواطن المصري يوميا على المتردد على المحليات يعني. تمام. من وجهه نظرك امتى يشعر المواطن ان هو لو راح المحليه في حي شرق المنصوره، حي غرب، مجلس مدينه طلخه، مجلس مدينه اجا، واتفر اي مكان يعني، تمام. ان هو يحصل على الخدمه اللي هو بيامل لها ان تتحقق؟ بص يا جمال بيه، انا يعني خلينا نتكلم نتكلم بكل شفافيه ووضوح. ان التنظيم القانوني بيريح الجميع. اذا كان هناك نص قانوني واضح او قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات، تمام، ايه اللي هيحصل؟ الجماعه يبقى مرتاح. ده الحاجه الاهم. هرجع لحضرتك على الحاجه الاهم. اتفضل. لكن حان الان رفع اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه طنطا.
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين. يمكن قبل رفع أذان العشاء كنا اتكلمنا عن إلى أي مدى يشعر المواطن أنه من السهل يحصل على أي حق من حقوقه وأي طلب بيسعى الحصول عليه وفقا للإجراءات القانونية من الوحدات المحلية. كنا اتكلمنا عن هذه الجزئية ووقفنا عند إعلاء تطبيق القانون. يعني هو استكمالا للجزئية ديت، احنا زي ما بطالب بالحقوق بتاعتي لازم اعرف الواجبات. انا النهارده كمواطن مصري في قانون بيحكم المنظومه اللي هي الخاصه بالحكم المحلي، ازاي اتعامل مع وحدات الحكم المحلي. انا من خلال هذه المنظومه بتقدم باي طلب باي شيء وبتبع الاجراءات القانونيه السليمه. انا امتى أطالب بحقي؟ إذا كنت أنا في السليم. لكن في الغالب الأعم تلاقي المواطن مضجر وهو بيطلب حاجة غير مشروعة. يعني مثلا يقول لي أنا عندي القانون مديني مثلا أن أنا أبني 4 أدوار مثلا، هتلاقيه جاي مخالف في الدور الخامس وما إلى ذلك، وجاي زعلان ان انا يعني احنا كنا بنناقش جزئيه زي كده من يومين، ده الناس 4 ادوار وانا عاوز ابني الخامس وجنبي باني. انت بتطلب حاجه غير مشروعه، لان النهارده كمنظومه قانونيه مجرم هذا الامر ومعاقب عليه، مش ليس فقط على المستوى الجنائي، لا المستوى التأديبي ايضا وما الى ذلك. يعني النهارده الوحدات المحليه يجب عليها ايضا مراعاة الامر الاخر، وهو ان انت يجب ان تكسب ثقة المواطن المصري في تصرفاتك. ما ينفعش ان انا النهارده امد ايدي يعني مثلا، ما ينفعش ان انا النهارده اشرط على ان انا ادي الخدمه للمواطن بمقابل، لا انا ليا اجر باخده واحصل عليه، وانا اشتغلت بمقابل هذا الاجر وليه وانا ارتضيت بيه، فاذا ازل العقبات وتطبيق روح القانون. اذا انت النهارده كلنا في اماكننا بنؤدي عمل،
سعادتك وانا وغيري وغيري وكلنا بنؤدي عمل. فالمفترض ان انا النهارده اؤدي العمل بتاعي على اكمل وجه وفقا للضوابط والقواعد المنظمه لهذا العمل. كوحدات محليه يجب ان تراعي هذا الامر، وانا كمواطن ايضا يجب ان انا اراعي انا ما اتقدمش الا بالحاجه اللي فيها حق يكون ليه. طلبي مشروع. تمام. احنا دايما نقول يا جماعه المشروعيه، لان ما ينفعش ان انا اروح كمواطن زي ما بقول في مسؤوليات، في حقوق، في واجبات وما وفي إلى ذلك. التزامات. اذا تمام. انا كحقي، هل هذا الحق بتاعي ده الحق مشروع ولا غير مشروع؟ تمام. وبعد كده اناقش ان في فساد في المحليات او ما فيش. تمام. لكن انا ايه اللي بيخلي بتاع المحليات يلجأ للفساد؟ ان انا رايح اطلب حاجه غير قانونيه وغير مشروعه، لان في ضوابط محطوطه. تمام. ازاي اخالف هذه الضوابط؟ اذا فعلا برضو دي جزئيه مهمه جدا. يبقى انا لما يكون لي حق اكون متمسك بيه، وزي ما بنقول افضل وراء ولا يضع حق وراءه مطالب. بس ابدا الاول بالاجراءات القانونيه، انا ليا فيها حق ولا ماليش حق بعيدا عن الاخر. يعني انت يمكن حضرتك قلت لمست حاجه كويسه، انا ممكن اجي اقدم اقول ايه يا جماعه انا جنبي جار عامل 6 ادوار تمام. وانا عايز اعمل زيه. طب هو خلاص يعني هو عمل مخالفه، الله اعلم بقى خد احكام عليها ما خدش، لكن انت حاليا انت عايز تقر انك تعمل مخالفه زيه. دي برضو مشكله ومحتاجه تغيير الثقافات في الجزئيه دي يا جمال بيه. لا، هو احنا كمجتمع، المجتمع المصري ده محتاج لتثقيف ذاتي. اولا تثقيف الضمير قبل كل شيء يعني. ليه؟ لان احنا احيانا يقول لك فوت الحاجه الغير مشروعه عليها مصلحه شخصيه وما الى ذلك. لا، يعني خليك حريص على انك انت قبل ما تسعى لمصلحه نفسك وما بص للغير، لان اكيد ان القوانين والضوابط انما هي وضعت لمصلحه المجتمع مش لمصلحه شخص بعينه. لان هنرجع لمرجوعنا نقول ان العموميه والتجريد بعيد عن الهوى. وانا عملت القانون دوت علشانك انت بالذات؟ لا، ما ينفعش. انا عامله للكل وطبق على الجميع. للجميع. تمام. وزي ما قلنا ده تطوير المنظومه المحليه على مستوى الجمهوريه بينتج عنها التطوير داخل المحافظات. وارجع لك تاني برضو اقول لك يعني ايه اهم حاجه لفتت نظرك في محافظه دقهلية خلال الفتره الماضيه، ويعني ايضا محافظه دقهلية ولاده بابنائها، يعني تتذكر مين من هؤلاء؟ يعني برضو احنا هنرجع للمحافظه الام بتاعتنا يعني. تمام. ودايما بنفتخر ونسعد ان احنا من ابناء هذه المحافظه. يعني على مستوى الدين عندنا الامام محمد متولي الشعراوي، فضيله الامام جاد الحق علي جاد الحق شيخ الازهر الاسبق. عندنا من العديد من علماء الدين يعني دولت على مستوى القامات. يعني عندنا مستوى الفن، عندنا عادل امام، وعندنا فاتن حمامه وسيده الغناء السيده ام كلثوم وغيرهم. عندنا على مستوى كرة القدم مثلا والرياضة الكابتن محمود الخطيب ونجوم كثيرة يعني. وعندنا الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الحالي. بنفتخر بهذا الرجل العظيم طبعا. ايضا عندنا بقى رجال الاعلام يعني صفاء حجازي وعائلة الاتريبي وسعادتك يعني جمال بيه الصباغ، يعني الناس اللي نعتز بهم الاعلاميين البارزين يعني حقيقي يعني. دكتور جمال، خلينا بقى انتقل لجزئية هامة جدا، واحنا عام دراسي جديد. اسمح لي في البداية أبارك لحضرتك طبعا اختيار المجلس الأعلى للجامعات. حضرتك تبقى عضو في لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين. فده برضو شرف لجامعة دمياط، وأيضا شرف لمحافظة دقهلية أن يبقى أحد أبنائها عضو في اللجنة العليا للترقي يعني. شكرا جزيلا. طيب اسمح لي بقى نرجع، وحضرتك وكيل كلية الحقوق جامعة دمياط ومسؤول طبعا عن الدراسات العليا. استعدتوا ازاي لاستقبال الترم الثاني للدراسة اللي هتنطلق يوم السبت القادم بإذن الله يعني احنا في جامعة دمياط في منظومة خاصة بكل قطاع على حدة. قطاع الدراسات العليا الأستاذ الدكتور محمد شهاب معانا نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا،
لا ننسى أيضا امتداد هذا القطاع بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الحالي. يعني نعم. اشتغلت معاه فترة كمستشار قانوني ليه ووكيل الكلية برضه لشؤون الدراسات العليا والبحوث. الدكتور محمد شهاب أيضا داعم للقطاع عندي في الكلية، كلية الحقوق. عندنا المنظومة حقيقي يعني أنا أفتخر بها بصفة شخصية، باعتباري أنا وضعت هذه المنظومة في كلية وليدة سنة 2018. بدأت دراسات عليا سنة 2020 ولاقت رواج في خدمة بيئة دمياط، مجتمع دمياط والمحافظات المجاورة ليها أيضا، باعتبار أن الكلية وليدة. أيضا عندي من كافة طوائف المجتمع، يعني أنا عندي ضباط شرطة وعندي ضباط جيش وخريجي كليات الحقوق وما إلى ذلك، ورجال قضاء ومستشارين وما إلى ذلك في القطاع، سواء في مرحلة الدبلومات أو مرحلة الماجستير والدكتوراه يعني. فطبعا لسه مخلصين امتحانات الدبلومات وناقشين العديد من الرسائل. أيضا إن شاء الله هنبدأ الفصل الدراسي، فصل الربيع، فصل الدراسي الثاني بداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله. المنظومة كلها يعني واقفة لخدمة الباحث أو خدمة الطالب في مرحلة الدراسات العليا. اللي بيسعدنا ان احنا لمسنا اهتمام الوطن العربي ايضا بان هم يلتحقوا عندنا في الدراسات العليا، لقينا عندنا موجود. يعني انت عندك برغم ان انتوا نقدر نقول قطاع او كليه او جامعه تمام. حديثه النشأة يعني تمام. عندك جزء من الوافدين للدراسات العليا؟ اكيد عندي جالي عدد كبير، وفي توافد وفي تدافع عندنا في من سلطنة عمان، وفي عندي من الكويت، وعندي من السعودية وقطر يعني انت عندك جامعة الدول العربية، وعندي من تونس، وعدد يعني في وليبيا كمان ايضا. في عدد كبير من الوافدين بدأ يهتم بجامعة دمياط لما احنا أضأنا الشعلة بتاعة الدراسات العليا في كلية الحقوق، لأن حقيقي يعني ولدت كلية الحقوق والدراسات العليا في كلية الحقوق ولدت كبيرة وضمن منظومة احنا بنفتخر بيها. يعني احنا بنفتخر بمنظومة الدراسات العليا، وبنفتخر بمجلة علمية عندنا واخدة أعلى التقديرات وأعلى التقييمات اللي بتصدر سنويا من مجلس الأعلى للجامعات. طيب دكتور جمال، جامعة دمياط جامعة وليدة، من وجهة نظرك ايه اللي ناقص جامعة دمياط حاليا، او ايه الطموحات والامال لجامعة دمياط في المرحلة القادمة؟ لان مهم جدا، لان قبل كده في السنوات السابقة كانت جامعة دمياط جزء من جامعة المنصورة يعني. حقيقي والله هو احنا في ملف مثار حاليا، وان شاء الله قريبا هيصدر قرار فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص انشاء الجامعة الاهلية. لان يعني طبعا الجامعة الاهلية مهمة جدا، زي جامعة المنصورة الأهلية، في جامعة حلوان الأهلية. احنا عندنا محتاجين لإنهاء هذا الملف، وإن شاء الله هيكون قريبا إن شاء الله بجهد منظومة كبيرة جدا من داخل الجامعة، سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى الإداري. حقيقي في منظومة كبيرة، وإن شاء الله قريبا هيتم الإعلان عن الجامعة الأهلية لدمياط إن شاء الله. دكتور جمال، مما لا شك فيه إن الجامعة لها دور مؤثر، يعني ما عادش يبقى الدور التعليمي فقط. معظم الجامعات الناجحة بقى لها دور مجتمعي، ولها دور في الخدمة، ولها دور في البعد الاجتماعي. إلى أي مدى كلية الحقوق بتشارك في هذا الأمر، سواء ممثلة في الدراسات العليا أو أيضا جامعة دمياط في هذا الأمر؟ يعني دايما بنقول إيه، أن هناك علاقة ما بين الجامعة والمجتمع الخارجي. بصفة خاصة احنا عندنا في جامعة دمياط دائما ما تكون هناك لقاءات ما بين رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حمدان ربيع والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لتلاقي الأفكار، وحتى يكون هناك تطابق لوجهات النظر. أضف إلى كده احنا على مستوى كلية الحقوق احنا عندنا
بننشئ حاليا مركز الاستشارات القانونية والاقتصادية وخدمة المجتمع. ده هيخدم قطاع كبير جدا، يعني عندنا قطاع المينا وقطاع الشركات والمؤسسات الصناعية، باعتبار ان دمياط ده قلعة من قلاع الصناعة. محافظة صناعية. بنحاول ان احنا ننقل الخبرات القانونية الى كافة الجهات التي تخدم المجتمع الدمياطي، ليس فقط المجتمع الدمياطي ولكن المجتمعات الأخرى أو المحافظات الأخرى. احنا عندنا طلبة من أسوان، نعم. زي ما عندنا طلبة من اسكندرية، طلبة برضو من الدول العربية الأخرى. ف يعني احنا ككلية حقوق منظومة يعني أنا أفتخر بها حقيقي، يعني باعتبار أن الدراسات العليا ولدت وخرجت طلبة سواء داخل مصر أو خارج مصر، أنا أعتز بيهم وعلاقاتنا متصلة بيهم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور جمال، في ظل الظروف الراهنة اللي بيعيشها المجتمع المصري، ويعني نتيجة الحراك السياسي والحراك اللي بيشهده العالم بأسره، تمام. من وجهة نظرك إيه هو المطلوب من المواطن المصري تجاه القيادة السياسية في هذه المرحلة؟ والله أنا كنت أتمنى أن أنا أبدأ الحلقة بهذا الأمر، يعني جمال بيه حقيقي يعني المنظومة اللي أسسها المجتمع الدولي، وهو سواء القانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني وما إلى ذلك وما يشهده المجتمع الدولي، يجب أن احنا كمصريين نكون خلف القيادة السياسية بتاعتنا، لأن احنا في مرحلة اختبار، والدولة المصرية مش قليلة. الدولة المصرية منذ القدم، منذ الفراعنة إلى الآن، ونحن نعتز بمصريتنا ونعتز بالقيادة السياسية بتاعتنا، لأن دائما ما الشعب المصري رافع راسه. واحنا لسه كنا بنتكلم عن الحملة الفرنسية والحروب الصليبية وانتصارنا. الشعب المصري دائما ذا هامة مرفوعة بقيادته السياسية، ونحن نفتخر بالقيادة السياسية بتاعتنا لأن لها اتجاه يحمي الأمن القومي المصري. تمام. ويمكن أعزائي المشاهدين زي ما قلت بيبقى في أيام الشعوب والأمم ذكريات وأيام لا تنسى، هي دي اللي بتعلم الوطنية وبتخرج جيل يعشق وطنه. أنا في نهاية لقائي بشكر ضيفي العزيز الأستاذ دكتور جمال أبو الفتوح، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة دمياط. بشكرك يا دكتور جمال. شكرا جمال بيه، وكنت سعيد بوجودي مع سعادتك النهارده، وأشكر كل القائمين على القناة، وسواء أمام الكاميرا سعادتك أو خلف الكاميرا. واحنا كما تعودنا دايما أعزائي المشاهدين، بعد ما استعرضنا مع حضراتكم كافة الأحداث على مستوى محافظات الدلتا الخمسة، بالإضافة للملف اللي فتحناه النهاردة، وشاهدنا معاكم جزء من احتفالية محافظة الدقهلية بعيدها القومي خلال شهر فبراير. إن شاء الله الخميس القادم هيبقى ملف كامل عن الاحتفالات. أنا في نهاية لقائي بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. شكرا وإلى اللقاء. تجاريا